على مهلك شويه يا هلا، مستعجل على ايه؟ انت رايح عزومه؟ دي حريقه. يا احلى حريقه يا عم جابر، عايز الحق نصيبي. نصيبك في ايه يا هلا؟ يا عم جابر اللي بيلحق حاجه بياخدها، ما نفسكش في حاجه من دار حمزه واجيبها لك؟ ايوه نفسي تمشي على مهلك شويه. عم جابر كمل انت المشوار واني لازم اخدها جاري. الناس الجعانه اشد من النار، مش هيخلوا حاجه. ولا عايز نطلع من المولد بلا حمص؟ هلا ايه ده يا دي؟ ابو شواشي، ولا ابو شواشي. ناديه، كله ضاع يا عم جابر. النار كلت ايه وخلت ايه؟ هي النار بتخلي حاجة يا عم جابر؟ يمكن الجزء اللي تابعناه مع حضراتكم هو جزء يعني المسلسل بيشارف على الانتهاء. شفنا مشهد النيران وإحراق بيت حمزاوي، وأمنة بتقود البلد كلها في ثورة ضد حمزاوي. روح الانتقام عالية عندها جدا. برضو ظهرت عندنا بوضوح موسيقى الفنان ياسر عبد الرحمن. يمكن حضرتك أستاذ راضي، مش عارف حضرتك تتفق أو تختلف معايا، إن الموسيقى في وقت ما من المسلسل تحولت من مؤثر درامي إلى اتخاذ موقف درامي. فهل هي فعلا نجحت في ترسيخ أو توصيل الأفكار اللي بيحملها المسلسل وترسيخها في وجدان المشاهد؟ زي ما قلنا في بداية البرنامج إنه الموسيقى هو الغناء أحيانا بيكون خلفية مؤثرة، خلفية للأحداث، لكن هنا كانت لعبة دور إيجابي، دور حيوي فعلا. يعني في زي ما كانت الأغنية يتخللها الموال، يعني يجي الموال يتخلل اللقطات، فهنا الموسيقى كانت لعبة دور إيجابي وكأنها ممثل، يعني ما كانتش خلفية وبس يعني. صحيح. يعني قبل ما نخرج نشوف اخر جزء معانا، عايز حضرتك تكلمني سريعا عن شخصيه جابر اللي هو الاعمى، الفنان عبد الرحمن ابو زهره، اللي هي الشخصيه اللي بتحدث التوازن لدى الشخصيه الرئيسيه اللي هو ياسين فتحي عبد الوهاب. بيعمل نوع من التوازن، يعني شخصيه عم جابر بتغذي روح العقل، التفكير المنطقي، الخوف من المصير المحتوم سواء خلف اسوار السجون او ان هو يلقى الاعدام نتيجه قتل حمزاوي، وبيأثر في شخصيه ياسين الى درجه كبيره، يعني بيغير فيه. هو بالفعل الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره لعب دور العقل والضمير، العقل يعني اكثر من الضمير، التوازن. كان يميل الى يعني التسامح والتصالح اكثر. وده اكيد في كل الامور بتكون في طرف يحب يعني يهدي الامور، وكان يرى رؤيته انه الانتقام هيولد انتقام وان الشر هيجيب شر. كان له يعني رؤيه ورغبه ان يثنيهم عن الشر اللي جواهم اللي تخزن مع الزمن لاسباب. فده يعني، لكن في الاخر هو ما وصلش، ما حققش كل اللي كان يرجوه في الاستاذ عبد الرحمن. بس قدر يحمي شخصيه ياسين من التورط في قتل حمزاوي. يمكن صوت العقل ده في الصعيد مؤخرا في السنوات الاخيره زي ما حضرتك قلت في بدايه الحلقه، مع التعليم، مع التنوير، مع زياده الوعي الديني والخوف على مستقبل الاولاد، بدا يتسع مجاله، يعني بدا ياخد مساحه كبيره جدا من الكلام بخلاف سنوات كتير في سابقة. لجان يعني عملتها وزاره الداخليه، لجان فض المنازعات اللي هي صوت العقل وتوضيح الامور وتدي للناس حقوقها بدون الحروب اللي ما بتنتهيش اللي هي يعني. فكان برضو صوره رمزيه جيده يعني. خلينا نتابع مع حضرتك الجزء الأخير من مسلسلنا، نهاية المسلسل ولما أمنة بتقتل حمزاوي. هو الحقيقة مش بيظهر لنا في النهاية هو مات بالفعل ولا تم إنقاذه يعني.